السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم النهاردة معايا في حلقة جديدة. جبت عندي كمية من الأوراق وهبدأ إن أنا أعملها على أكل يومين. جبت الحلة بتاعتي الكبيرة تستوعب الكمية بتاعتي، وبعد كده نزلت عندي بالمادة الدهنية وفصين من المستكة، وبدأت أنزل بالأوراق بتاعتي. عايزة أعرفكم الأول إن أنا طبعا عملت لها محلول النقع وغسلتها كويس جدا. محلول النقع بتاعي يا جماعة عبارة عن مية، وكمان معايا رشة من الفلفل الأسود، ومعايا ورق لورا، ومعايا عصرة من الليمون. وبعد كده باسيبهم في المية، ممكن كمان تضيفي معلقة من الدقيق. وباسيبهم لمدة ساعتين ولا حاجة، وبعد كده ببدأ ان انا اشطفهم كويس جدا، وبنضف الاوراق بتاعتي، وبدأت ان انا اسلقها زي ما انتوا شايفين. بعد ما شوحت عندي الاوراق في المادة الدهنية والمستكة، نزلت على طول عليهم بالمية السخنة، وهنزل كمان معايا بواحدة من البصل. ولو عندك طبعا كرفس تقدري تنزلي بيه، ورق لورا، عندك حبهان، كل الحاجات دي طبعا موجودة عندنا في البيت، وبتدي نكهة وبتدي طعم حلو جدا وتستعالي للمرقة بتاعتك. هنزل كمان عندي هنا بورق اللورة علشان يطعم لي طبعا الشوربة بتاعتي. هستنى بقى المية تبدأ تغلي تاني، وبعد كده هبدأ أشيل كل الريم اللي هيطلع من الفراخ، وطبعا بظبط الملح بتاعي، وهكون سلقت الكمية عندي كاملة. هنا بعد ما بدأت تغلي وبدأت أشيل الريم من على الفراخ، وطبعا استوت طلعتها على مصفى. وتعالوا نشوف شكل الأكل بتاعنا. الأكل كان النهاردة عبارة عن الفراخ المتحمرة، ادي الشوربة. عملت كمان رز أبيض والسبانخ، مفيش غنى عنها، الجو اليومين دول سقعة تلج، وطبق السبانخ من الحاجات حقيقي اللي بتأكل، وطعمها في منتهى الجمال. قسمت كمية الأوراق عندي، الجزء دوت النهاردة هنتغدى بيه، والجزء التاني هعمله في أكلة تانية. رحت طبعا مشوار، كان عندي مشوار مهم جدا في محافظة بورسعيد. خلصته، بعد كده طلعت قعدت وفطرت كمان مع صحابي في المسلة اللي قدام حضراتكم. دي حديقة كبيرة جدا في محافظة بورسعيد، وزي ما انتوا شايفين جمالها وشكلها مش قادرة اوصف لكم كان عامل ازاي الصبح. شكل الخضرة وشكل الحمام وهو بيطير كده من حواليكي كان منظر حقيقي، وكان وقت ممتع جدا قضيته مع صحابي. هنا برضو بدأت ان انا اصور لكم، كنا في حدود الساعة 8:30 9 كده، والوقت كان حلو قوي، الجو كان جميل، والمناظر حقيقي بجد كانت مبدعة. ما قدرتش طبعا ان انا ما اصورش الجمال ده كله. وقضيت المشوار بتاعي، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. انا هنا طبعا فرحانة قوي قوي بشكل الحمام. كل شوية يقرب طبعا علينا ويطير من حوالينا. وكانت في ناس ماسكين زي حبوب كده بيرموها على الأرض عشان الحمام ياكل منها. وحقيقي كان منظر في منتهى الجمال، سبحان الله. مفيش أجمل من المناظر الطبيعية اللي بتشوفيها كده، أول ما بتصحي بتغير مودك وبتوديكي في حتة تانية خالص. خلصت مشواري رجعت البيت. قلت النهاردة هعمل محشي. جبت الحلة بتاعتي، ضفت فيها معلقتين من السمنة البلدي، وكمان البصلاية بتاعتي، وربع كوباية من الزيت. هبدأ أشوح البصل عندي لغاية لما أحس كده إن ريحته طلعت. هبدأ أنزل عندي يا جماعة بأول حاجة، هي مكعب مرقة الدجاج. وبعد كده البهارات بقى، ملح وفلفل كمون وكزبرة، غير طبعا كمان رشة من النعناع الناشف. لو عندك نعناع أخضر تقدري تقطعيه عادي، مفيش مشاكل. هشوح بقى البهارات بتاعتي. الخطوة دي فعلا بتفرق جدا جدا في طعم المحشي بتاعك. كلنا كستات بيوت بنعرف نعمل المحشي، بس لما تجربي تشويحة البهارات مع البصلة هتفرق جدا في طعم المحشي بتاعك. نزلت كمان بنص معلقة كبيرة من التوم، قرن فلفل أخضر حار. وهبدأ أشوح كل ده مع بعضه، هنزل على طول بالطماطم بتاعتي. طماطم طبعا متصفية وجاهزة. هظبط طبعا الملح عندي، وضفت كمان معايا رشة من السكر، دي أساسي. رشة كمان من النعناع الأخضر، بيفرق جدا جدا في طعم المحشي بتاعك. هبدأ بقى أضيف كمان ورقتين من اللورة، وهستنى الطماطم دي عندي تتسبك. وهنزل على طول بعد كده بالخضرة اللي هي شبت وبقدونس وكزبرة.
مغسولين طبعا ومتصفيين. وبعد كده غسلت كمية الرز عندي يا جماعة، وهبدأ أشوح الرز ده في كمية الصلصة اللي على قد كمية المحشي اللي أنا هعملها. لو لقيتي طبعا كمية الصلصة كبيرة تقدري تقسميها نصين وتوفريها لأكلة تانية. وانا بفضل ان انا اعمل كده كل لما اعمل تسبيكة المحشي، بعمل كمية طماطم كتير علشان خاطر اقدر اقسم كمية الطماطم المتسبكة عندي، وببقى عارفة ان الكيس ده بكتب عليه ان هو خلطة المحشي. ادي الكرنب اللي احنا فرزناه مع بعض، بطلع طبعا وهبدأ ان انا اخلص الكمية اللي عندي. بحشي الاول طبعا بحط في قعر الحلة ورق اخضر، وبعد كده بحشي صفين لونهم اخضر، وبعد كده بكمل. وزي ما انتوا شايفين بدأت ان انا اضيف عندي شوربة من شوربة الفراخ. بوصل المرق عندي للصف اللي قبل الاخير، وبعد كده اول ما يبدأ يغلي بهدي عليه النار. وده شكل طبق المحشي بتاعنا. وطبعا طلعت اوراق من اللي احنا سلقينها مع بعض، وبدأت احمرها، وعملت كمان ملوخية، وكانت أكلة حلوة في منتهى الجمال. واشوفكم على خير في رعاية الله.